Kiren Sayop. إلا كرنكم كرن سيوب تام كرنكم كرن سيوب تلفزيون أسنا باربسات بادر فور 26 is frequency 10,004 vertical symbol rate 7,500 جماعات وسنبر نيش بتتقدم تجبي بشبكة انترنت ما اجل تتابعوا ولا تقدروا حر راديو توم. السلام عليكم حيسام التنسية كرين سيوب يوم 10 أكتوبر سنة كل 1010 حتى جمعتو كان يوم كرين سيوب قلنا نبت أخبار قلقا لكم كسلف أرس أخبار التحالفة ورح سبتمبر أم أديش إريتريا بطائرات من باتي أسك أدي سواكم سافروا إيماتا تريديورين حبروا لأسك إريتريا كل تدريب عسكري لقيسوا عساكر صومال ومسلوم للتصابت مسائل وانتخابات رئاسة بخصص خلافات العلالوم رئيس صومال محمد عبد الله فرماجو ورئيس وزراء حسين روبليم كم اتفقوا قالت أكبر رويترس حبرتم لا برسك باس سمعتن حكم تفاصيل للتلالة يقولكم التحالفة ورح سبتمبر أمات ديش إريتريا مطار من باتي أسك أديس أوبا كم سافروا إيماتا تريديرين حبروم من خميس 10 سبتمبر أسك أتنين 10 سبتمبر بدول دولو بطائرات لسافروا عساكر إريتريا بطائرات خطوط جو أتوبيا سكديس أبا كم سافروا الإماتات أكدوم لكل دول اتمطار باتر تكريل على طائرات خطوط جو أتوبيا من أديس أبا نمازلا أمبال مسافرين لتكريا كم عليام حتى دول لكن دول لباس عسكري ودول ما لباس مدني للابسام لتكروا منكم على الحبرة أفهم لمن بات سكديس أبا بطائرات لسافروا عساكر إريتريا حكو أديس أبابا آيكم أتو سكلا مرامي اللوم تقاليم تقراي وعفر التالات حادد أماكن بزهد ديشا عسكريت للي الحكومة الشعبية التحالفة أيامات تقاليم أمحرا وعفر لقبا حرب شاركت ميكون سكلا لتأمر ألوبوم لأسك إريتريا اجل تدريب عسكري لقيسوا عساكر صومال ومسلوم للتصابت مسائل أبو من سلطة للطرزة مسؤول مخابرات كم سلومام بسبب انتخابات رئاسة خلافات لعلالوم رئيس صومال محمد عبد الله فرماجو ورئيس وزراء حسين روبلي كما اتفقوا قالت أخبار رويترز حبرتم الانتخابات اندودوا سلطته تلي ورحقونا اجل سلمال على تلو رئيس محمد عبد الله فرماجو اتقابت حكومة فدرالية بتخلقا كي مقرح انتخابات اقلودوكم يقدروا وسكذات رأسة لأتلالكم هلا لتأمر رئيس فرماجوم مسير رئيس وزراء حسين روبلي تلنا عميلات ابا ودوا اتفاقيات حريان رئاسة تتمدد حجار يقلقبا اتفقوا فنقا إلا كل هيئات حكومات فدرالية صومال على خلاف سببهم لسكرتريا التدريب عسكري لتلقوا عساكر صومال وبسبتهم كافي معلومات على آلة تتبهل عدو استخبارات لعلت خلت قتلت ورئيس وزراء صومال حسين روبليم بسببها اجل مسؤول امن وطن واستخبارات من سلطته حكى داغنو يوتوم دقنا نايلا مسؤول امن واستخبارات ليتكبتا رئيس فرماجون اتاكانو مثل إريتريا سنة علاقات بو وسيتو إريتريا تلالت بهال حديث مسؤول أمن وطن واستخبارات من ما يمامام إلا حديث مسؤول رئيس وزراء حسين روبلي كم يتكبتو يوم وباللي فنق فرماجو روبلي خلافكم قابا لتأمر رئيس محمد عبد الله فرماجو بسبت لا أجل تدريب عسكريين دتبهلو اسك إريتريا لاقيسو وحرين دي بحرب تقراي شاركوا لتبهلو عساكر صومال بخصص توضيح قلهب من شعب وبرلمان يقلد قبتو سانهتم حسام تنسيتنا اليوم دولوا على أخبار دي بالله تامم هلام
مثل كرن سيبت لكم حيث ما تنسيتنا يوم كل وقت موجود طبعا ما هتسامكم لينا سلف في قاد الصحفيين وفنانين بحود الدعوات حنتي لا تبلا رئيس لدى برنامج مسؤول منتوم كلام ودنا أقلية معارضة إريتريا متمثل تحنتيلة بلاريس مثلناش السياسي اسمان حجالة قبط مقابلة الثالثين ودنقوبة كفال متابعتكم مشاركتكم دي بنسي برنامج مسؤول منتو قلنا نبت مسؤول منتو مرحبا بكم حيث تنسيق برنامج مسؤول منتوم من اللي اندأت لنا في قادة الصحفيين وفنانين بحود الدعوات حنتيلة بلاريس العدالة تحلف الثامن ثالثة كفالو لك قدمنا لكم موضوع يوم رابع كفالو قلنا قدم لكم توم اتلنا يوم رابع كفال في قادة الصحفي صالح إدريس صالح جزائري وزارة إعلام قسم عربي العالم صحفي سهل قشط أغزاب وديتاي وصحفي سيوم سهاي ولد مريم لكسس حجير تاريخ بحوز زعوتات إقن رئيتو متابعتكم انسيم صالح إدريس جزائري دوه نافان دتولدا حقوفات والدايو عمر نشنوت السودان حالف يوم أكبر سودان هي أسكال أي درجة درسام أتلا فترة الله تهي مسن دال إن تأمر عدو السودان لعلم حبر طلبة إرتين لقبام صالح اتمحبر طلبة من عدو عادي السك هي التنفيذية أكبر سودان باتحام من سنة 1907 أسك 1908 أتحرور شبه حرور أريد أريتريان داتام إقل سنة خدمتها يفكم تلت هالدق حقول لا أسك الجزائر اندقيسات تعليم أكادامات تلالام السنة 1948 من جامعة الجزائر بعلوم سياسة خرجام من سنة 1908 اتندالق الحرية حابرام حقول لا تورح مايو سنة 1909 حتى إريتريا لا تغيير وزارة إعلام شك علام اتورح فبراير سنة كلي ألفو كلي مسلت قطفو صحفيين وقولام سلطتنا إلى نظام لعلو تدامنا رئيه كانت بهلا لتقطفت هلا يتزاع صوت الجماهير قسم عربي شك علام كم قطفة دي بنتو حتى دول السجن مركز بوليس كارشيلي رؤيتو بهلام حقول لكن مكرايت قويت إذا لك وجهك حلوة كل وعدها أقول دولي مرتين صحفي سالك أشيط أغزاب وديتاي من والدايوك أشيط أغزاب ووالدايتو إيتاي للتهيمانوت اتعد نفاس إقال حمسة تقليم كل جزات ولدام سنة 1974 من مدينة دكم حالين دت بقاسات ندال اتقوات تحرير شعبية حابرام سلف اتقوات ندت يمما اسك كوميشنر فسيلات حقولا باتها بكل دول سادفل على جريح الجبهة خلفية بلسوم سلف ادو نايلا بحلا وثورة تأمر على وحدات دي بشاكام حقولا تكفل دي 7 كيلو استكلا دي بسنة 1909 حتى لا ترى تغيير خدمة سهلة ملكية قانون زياد لقب اللقبة
اجل تتحشم هليت الى لبل سبت علام افعل اجلش كيبا من كفل دي 7 وكليت وزارة عدل اجل تيمم طالبا وديبا تيمما هقول لا جامعة اسمارة عند اتا بإدارة بيزنس بأولا ديجري الدحرام قدم لا تورح اكتوبر سنة كلي الف حتى انديل تكتف اتمكتب مد العام شك علام سهلة التجريدة حكومة اللي تتبهل حداث إرترا كتب علام سانسور اللي بولو كتاباتو فرسكم سالكلو الجرايد نايخاس افنتيت الجريدة الزمن وجريدة قصة دبانا اقل كتب انبوت علام بعلى علو فايه امر وتجربة واسعات التلن جرايد نايخاس سن كتبكم على تاريخ حياته بكسس الشبكة بين اريتريا اقل ملكية قانون عندنا دل اريسيجين لقابا سهلت اقاتاب ودي ايتايت لبل ملهي وسنتو السيد كفل يوهنس ولد برهان للت بهالمواطن كاتب علام اقل دراسة سك جنوب افريقيا بقوز دي بنتو اتوارها اكتوبر سنة كلي الف وحتى تكتفام كل وقت ولاد لبو سهلت اقاتاب حقود كتفتا هلا ايد دلام وسكلا مكراي قويت الليت سيوم صهاي ولد مريم السنة 1905 ولدام ودي سنة 1987 جبهة الشعبية التحقام حكو تدريب عسكري قسم هندسة يمو من معلام لبزح شقلوت قسم إعلام وتوعية نايلة تنظيم علام تل قسم من الناس سني لخدموا منادلين وروتوم لبزحة زي اللي نظام لاستخدم لها الله صور ناشف ومتحرك سيوم صهاي لصور يوتوم لقل مهنوتو ودورو تلا مهنات إلا شره العالات وباللي نظام عند الداليت لتنشرت تقادا لا يسألاي تبل علات وثيقة اقنوسا شاهود ناي وقوية علات سيوم وروت من عصر كليره لعائلة السيد صهاي ولد مريم والسيدة روما سلمون لولد التومتوم 3 فناتي مدارس مهرو ابتدائيات متوسط وثانويات حقولات ماما أسك أديس أبابا اندقيسا من فرنش كوليج تخرجام حقول أسمران داغبلا أقل حتى سنة استاذ لغات فرنسا اندقاب أشاكام اتأزيس أبابا اتأنتو نزوم سبت علات ندالق الحرية تحابرام عصر كلا رحلاتهم عائلة السيد صهاي ولا جند يقبلوا أسمرا يقبل ندتيلات مثل أدقات تخول نبر لعلات والدايتهم السيدة روما اندت وسكت التوم لسمان منهم بنزمت قبي اتندال علو سيوم مثل لا تباي اقتطاف على جبه الشعبيات نادل سبت على ناينوس بعزة ندال اتو سموتكم علامة الهيام ندالو لشهدوم كم فقريت اللي هي الساحل التاحلة وثوران ديت بهلات لا تحامرت ريم فنو التلعلو سيوم سجون علام حقول لا السنة 1909 حتى لا ترى تغيير سلف اتعسب بنوس وبسر اتمدينة عسب ودوايا ليتا للتري بس تلفزيون انبوت علام وبدرجة وطن ما من تي في ار لأسسوتهم مدير تلفزيون اريتريان دقابا مدت حد الشاكام من لمدة صحافة حرب الصحافة مدنيات اجن قيرو بنا للي بالرئيس سبت امسا لكن من وزارة اعلام اسك وزارة السياحات يممو حقول لا تقدم كم عادي سيدياي فريلانسر اجلشكي قررام جرايد نايكاس دول انبتاي هي وروت منا افسجاعات اللي على حلمنا واهداف ندالنا اند بيلو لكتبوتو محررنا الى كل دول سيوم صهاي كتبت على جريدة السيتيت آروم برحاني كتابات سيوم كل دول اقل مظلوم للساقل على توم الفنتيت لما اللي يامو اتندال علو
وبل تنظيم للزلمو حنا من نتساقق لهم من صوت يقلق بقلهم تو اتلبل كتب على اتلبل شهداء لهم سيوم قدم السجانو يوم 4 ويوم 8 يونيو سنة كل 1000 وحتى الجريدة كسدبنا محرنا إلى جريدة ملكيات مهرة أب فاحت مقابلات وهذه مثل علام حتى مقابلات افرهت نسالو القوم لهلا شعبنا ولا نسالو ندس حبنا قلنا تهابيه اللي تقلنا به العلام هذا اتلجوء دي دولة نروي نبر لهلا كيتباي منادل استيفانوس قبل مكيل ما سيوم من استشهاد لي فرهنا من سجن اقل نفراه بهلكم تو داقم من سيوم لكتبيو واتمدت لها لا تهاجل على مقالاته عذاب وجرستنا لا الشكل باركين والزعات ولا بطرة ماكينات وبعلى اقلو بتذكرة بطرة العلايا منادلات انسات مثل لتعذب العلايا منادلات مقابلة عند ودالة كتبيو كتبتهم درس جامعة اسمراما عارضكم اندت بهلو بنظام اندت كششو اسكوي وقال على حقولة نسو سيوم ناي فجر ميرحات ابنا يوم ميرحات لتقاتل هلو اندبيلا كاتبتهم سيوم صحيح يوم ورot منا بدرجة علام للتفقدوا أنفارتم وان دي سيوم لتتبال حركة الشعب السنة كلا 1013 بيزانا برهاني ولا تحطوا قل سيوم لتبقى ستام شعارنا إلى حركته أريتريا اتعلم كل رؤساء كرنتا دبت له اللي التام الداخل أريتريان دقاكا اقل تتقاوم أو تعارض إيه تقدرني سيوم ولو مسلو علم تا كرن اقل تقبأ لهم للبلتوم صحفي ومسور سيوم صحيح لما عليه بسجاعات اقل زلمولا أسمع يا كرنتو يوم حنا ديب إلا حر علم لهلينا كرن اقل نقبألو نتلاكيم سيوم صحيح يوم 3 مايو سنة 1999 السيدة السابقة قبل مسكال هدام ولدكم سالوالدة ظلم وبراء من أدلة مواديت لأبسبت على ولد بكرو أبي سمايام أبي ولد سيوم أبوها عند لتنسى ولد كل سنة علت يوم 10 حتى سبتمبر سنة كل 1000 حتى سيوم عند الكتاف السيدة السابقة قبل مسكال السيسيوم إبقال أيت ولد سامناي ورحة أمسات علت التلن أسرى سنة سيوم صحيح كم كلهم مليامو لقبلك بخبر لبوم أوالدوم سلوالدايتن فرنسا دقب أيا أخبار والداين للتاكاي هالليام حسب ما تنسيت برنامج مسؤول منتو في قادو الصحفيين وفنانين بحودات دعوتات حنتي لتبلارز في قادو الصحفي صالح إدريس صالح الجزائري وزارة إعلام قسم عرب العالم صحفي سهالي قاشي طاقزاب وديتاي وصحفي سيوم صحاي ولد مريم لكسس حجير تاريخ بحود دعوتات رابع كفال دي بالله تمام هلام حمساي كفال تتمت سامن اقل تقدم قلكم تو اسكو دحن وسلام حدقناتكم
بسوي فيك وحيد قصة بوعدي قاموس كاد زخم قاموس كاد العيون ثلاثين مليون حيثنا بكبرى حتى جهاز أدخل كرة الأطفال ميتك زرقحة وبيضة إلى ما خيول مصفين إيد قدادي قدادي إلى لك ودك حلوة يكون وعدها أكون دول مرتين أي تزاقن بالحبيب غاعدة وغبتين غاعدة أبواد حليفهم من حجر كوكم بحلو خير البر فرهم تديرهم تلعلو عيب الزاحمين نولو حربنا وني أبواد مدر حليف حابنت هاي تبكت قتلو حدر السماتات لكلو صحيح زكاتي عادل قيتون جساتي كيرن سأيوب طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نشكر الإخوة في إذاعة سايوب لإتاحتهم هذه الفرصة المكررة، وهذه الحلقة الثالثة في المحاور التي طرحت علينا. وأيضا نحيي مستمعي الإذاعة. في البداية نحن تحدثنا عن عقلية المعارض الإريتري كيف يفكر، ثم كانت الحلقة الثانية تتحدث عن ما المطلوب من الشعب الإريتري، وفي هذه الحلقة الثالثة إن شاء الله سوف نتحدث عن ما هو المطلوب من المعارضة الإريترية. وحقيقة هذا المحور فيه عدة جوانب. هو الجانب متعلق في
في الأساس بدور الشعب الإريتري، وزي ما نحن ذكرنا سابقا بأنه المعارضة الإريترية هي تعبر عن تطلعات الشعب الإريتري، وهي انعكاسات للحالة بتاعته. وبالتالي إذا كان الشعب عليل ومريض وغير قادر على المقاومة، فهذا بشكل أو بآخر يؤثر على أداء المعارضة الإريترية، لأنه المعارضة الإريترية في المقام الأول هي كل عملها ينصب في أنها تحرك الداخل وتعبر عن أحلامه وعن تطلعاته، وتعبر عن المظالم اللي هو والانتهاكات اللي قاعد يتعرض لها من خلال التعامل مع المجتمعين، المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي. فالحالة هي حالة متشابكة، لكن مع هذا يعني لا بد لنا الإشارة إلى أنه حالة الضعف هذه مفترض أنه هي ما تكون بالشكل القاتل هذا اللي نحن شايفينه. يعني مفترض انه المجتمعات والنظام الاريتري نفسه في بين كل فترة وفترة بيكون منهك ويكون ضعيف، لكن في المقابل بيكون برضو ما في معارضة إيجابية تتحرك حتى في حالة ضعف النظام وحتى في حالة أوضاعه السيئة. والدليل على ذلك نحن اليوم موجودين في وضع يمكن يكون النظام فيه مهزوز داخليا وخارجيا، لكن في النهاية برضو دور المعارضة ضعيف وغير مواكب للأحداث. يعني حين النظام عنده أزمة داخلية متعلقة بمشاركته في قضية حرب التجراي في المشهد الأثيوبي. وإحنا زي ما ذكرنا إنه ما كان من المفترض إنه هذا الرجل يدخل إريتريا جيشها وشعبها في هذه الحرب، والحرب التي لا ناقة لنا جمل ولا ناقة فيها. فالشيء المطلوب الحين من المعارضة الإريترية أول حاجة الوضع اللي متأزم في المشهد الإريتري الآن هو قسم الشارع الإريتري المعارض إلى 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 صوتين. صوت قاعد يقول إنه في حالة بتاعت استنفار، فالناس مفترض إنها تكون في خندق واحد مع النظام اللي هو عانى منه الشعب 31 عام بهذا العام، والنظام اللي هو شرد الأبناء، والنظام اللي هو تسبب في قتل كثير من أصحاب الرأي والضمير. يعني ومارس كل أنواع الانتهاكات اللي موجودة في العالم. يعني حتى إنه أصبحت إريتريا من الدول اللي في ذيل على قائمة الدول اللي ما فيها حريات وما فيها حقوق إنسان وما فيها كل حاجة. كل المنظمات والمؤشرات الدولية تشير إلى أنه إريتريا في قائمة هذه الدول، وعلى رأسها هي كانت خلفا، كانت تأتي بعد كوريا تقريبا، لكن الحين هي في الاستبداد وفي الانتهاكات تفوقت على كوريا نفسها، وأصبحت إريتريا هي الدولة رقم 1 في هذه الانتهاكات وهذه الممارسات. المعارضة الإريترية الحين في هذا الانقسام الكبير اللي حاصل في تعريف المشكلة اللي موجودة، هي من المفترض إنها الآن تعيد حساباتها وتعمل
تقييم سريع وتحدد أولوياتها في هذه المرحلة. هل هي الوقوف مع النظام أم لحماية الدولة الإريترية أم استغلال هذا الموقف للتخلص من الجبهة الشعبية ومن تسلطها وتجبرها على الشعب. ونحن هنا بالمناسبة محتاجين حتى لاستفتاء من الشعب الإريتري، يعني شنو هو اللي عايز؟ هل إريتريا الجبهة الشعبية قاعد تحميها فعلا؟ هل القضية في في الداخل الإريتري تتعلق بقضية إنه الجيش خط أحمر والسيادة الوطنية، أم إن الشعب عنده رغبة في إنه يتخلص تحت أي ظرف من الظروف من هذا النظام وهذا الاستبداد اللي قابع على رؤوسهم وعلى أجسادهم كاتم على أنفاسهم؟ فالمعارضة الإريترية مطلوب منها الحين توحيد الصف وتوحيد الخطاب. مفترض أنه يكون عندها خطاب واضح، خطاب للداخل الإريتري وخطاب للمجتمع الدولي واضح المعالم، يحدد فيه المشكلة ويطرح كمان المخارج والحلول. يعني الناس مفترض أنه صح كلنا متفقين على أنه هذا النظام نظام شوفيني فئوي ونظام شمولي، لكن برضو من المفترض أنه نحن نقدم اطروحات بتاعت حلول على اساس انه هذه الاطروحات تجد من يدعمها وتجد من يؤيدها. والخطاب ده خطاب مفقود الحين في الساحه بتاعت المجتمع الاريتري، لانه الحاله بتاعت التشظي وحاله الشتات كبيره جدا جدا وبشكل مهين. يعني تكاد تكون المعارضه مش موجودة حتى على مستوى المجلس الوطني اللي مفترض هو كان آخر الكيانات اللي تم الإجماع عليها من قبل النشطاء والسياسيين والكيانات المدنية، كيانات المجتمع المدني الشبابية والنسائية وحتى الرعيل. الناس اللي كانت قادة الجبهة برضو كانت جزء من هذا الحراك. من المفترض أن الناس تكون في هذه اللحظات بالذات لديها رؤية واضحة من خلال وجود المجلس الوطني. ولكن طبعا دائما هذه الكيانات يصيبها نوع من الشلل ونوع من التنميط اللي معروف هو المتعلق بقضية الفشل وعدم الاتفاق. لكن البوادر بتاعت انه ممكن ننهض هي اكبر من المظاهر بتاعت الفشل وبتاعت التقهقر. يعني المجلس الوطني ممكن يعبر عن تطلعات الشعب الاريتري لانه فيه كل المكونات السياسية والمدنية اللي ممكن تقود البلد لبر الأمان وتكون بديل للنظام الغايم عفوا تكون بديل للنظام القائم وتعبر عن التطلعات وتقيم دولة مؤسسات ودولة انتقال وتحول ديمقراطي في إريتريا. ف الأشياء اللي مفترض الناس الآن تجمع عليها بأنه زي ما ذكرت أنه توحيد الخطاب، ثاني أنه الناس مفترض تبدأ بشكل جاد في التواصل مع الداخل بأي صورة من الصور. يعني المعارضة الحين تكاد تكون التواصل مع الشعب يكاد يكون معدوم تماما. ليش ما الناس تبدأ تتحرك في قضية التواصل وتفتح قنوات بشكل أو بآخر؟ يعني احنا زي ما طلبنا من الشعب الإريتري كمان يتحرك، بالتالي نطلب الحين ان احنا من المعارضة الإريترية تبدأ في الخطوات بتاعة التواصل مع الداخل وتربط. لأنه لو لاحظنا مثلا احنا التجربة بتاعة سعيد حجاي وصالح
المحاولة الانقلابية الفشلت، كان من ضمن الإشكاليات اللي موجودة فيها عدم وجود تعاون بينه وبين الخارج. يعني كانت محاولة بتاعت حركة دارت تعالج المشهد الإريتري من داخل المؤسسة العسكرية أو الحزبية، ودي إشكالية كبيرة جدا جدا. أي محاولة بتاع التغيير إذا ما كان عندها أدوات في الخارج وقنوات في الخارج تموت وتنشل، وحتى ما تكون واضحة المعالم إيش هي أهدافها. يعني من ضمن الإشكاليات الموجودة حتى الشعب الإريتري مهما حاولت الناس التفسير لهذه القضية تظل قضية غير واضحة المعالم، وبالتالي يسهل التشكيك فيها ويستطيع النظام أن يصنفها أي تصنيف. يعني سياسة فرقي قال هذه حركة إسلامية، 200 كان أعضاء الجبهة الشعبية إسلاميين، يعني شيء غير منطقي. يعني حتى التسويق بتاعه بأن هذه حركة إرهابية وتابعة للإسلاميين، زي ما قبيل هو كان يسوق هذا الموضوع للشعب الإريتري، وكان يبين لهم بأنه الناس اللي قاعد تقوم بالقتل والتفجير ده هم مجاهدين هم، لكن في النهاية اتضحت هي كوادر الجبهة الشعبية نفسها كانت تلبس ملابس أفغانية وتمشي تفجر وتخرب في البلاد. والشعب المسكين صدق، يعني في ناس صدقت هذه الروايات لحد ما الشراكة بتاعت حتى الطرف الآخر اللي كان يدعم النظام في البداية لما طلع وهرب هو بدأ يكشف هذه الحقائق للناس، والناس عرفت انه هذه الممارسات يستغلها النظام في قضية التفريق بين الشعب ونخبه السياسية. وهو قدر ينجح في المسألة دي، وحتى قدر يعكس للمجتمع الدولي هذه الفكرة. لكن المعارضة خلال السنوات اللي اشتغلت فيها لما كانت موجودة في السودان كانت عبرت عن حقيقة موقفها. كل المدارس الفكرية عبرت إنها هي حركة بتاعت تغيير، حركة موضوعية وحركة سياسية، لا فيها دور بتاع الممارسة الإرهابية. والكلام ده اقتنعت به كثير من الدول الأجنبية والدول المهتمة بالشأن الإريتري، بالإضافة إلى المجتمع الدولي اللي هو المجتمع اللي الفاعل في الدول الغربية وحتى الإقليمية. فبالتالي احنا بنركز على إنه المعارضة من المفترض الآن يكون صوتها واضح وصوتها عالي وتطرح قضية الشعب الإريتري بشكل واضح للمجتمع الدولي، توحد صفوفها هي نفسها. لابد لها من توحيد صفوفها وتوحيد الخطاب بتاعها، وأيضا تبدأ تتحرك في الداخل من خلال بعض الخلايا، بعض الشخصيات اللي قادرة إنها ممكن يعني تبدأ مسيرة النضال من الداخل. ونحن حريصين بأنه إذا وجدنا هؤلاء الناس، هؤلاء الأشخاص، حريصين على أنه نتواصل معهم وندعمهم ونقف معهم ونعبر عنهم. والمشهد يا جماعة الحين لا بد من ظهور دور شعبي في القضية هذه. يعني الدور الشعبي هو مهم جدا جدا. يعني مثلا الشعوب بتناضل بأبسط الأشياء، يعني زي المشهد الفلسطيني ده، الناس بدأت من النضال بالحجارة ضد الأسلحة وضد الدبابات وضد كل أنواع الآليات اللي تفتك بالإنسان البسيط، الإنسان الأعزل. لكن في النهاية الثورة بتاعت الحجارة هذه هي قاعد تسير في تقدم. يعني الحين أصبحت
عندها إمكانيات وعندها قدرة على المقاومة وقدرة على الرد داخل الوطن بتاعها، وبالرغم من القيود اللي موجودة والمفروض عليه. نحن في النهاية مهما حاولنا أن نحدد ما هو المطلوب من المعارضة الإريترية، لكن في حقيقة واحدة موجودة، ألا وهي أنه الحراك بتاع المعارضة الإريترية حتى يكون تحرك موضوعي لا بد للشعب الأريتري أن يتحرك من الداخل، والحين الوقت مناسب عشان الناس تتحرك، لأنه هذا النظام أصبح نظام شفتة، نظام لا يحترم شعبه ولا يحترم المجتمع الدولي، وأصبح حتى من المجتمع الدولي مرفوض سلوكا يعني. ودي حقائق، نحن بنتكلم عن حقائق يعني، والنتائج حتى هنسمع بها وحنشاهدها، لأنه المشهد الأثيوبي مهما كان بعيد في النهاية حينعكس على المشهد الإريتري في الداخل. ونحن أكثر حاجة بنخشاها الحين إنه الشعب ده يتحمل السلوكيات اللي أفرزها النظام داخل المشهد الأثيوبي. وما عايزين نتحدث أكثر من كده، لأنه في تقديرنا إنه الموقف الآن اللي قاعد يعبر عنه النظام هو موقف مخالف تماما لرغبات وتطلعات الشعب الإريتري. النظام يتهم دولة تيغراي برغباتها وأحلامها في موانئ على البحر، لكنه الآن هو حليف لأمهرة اللي حتى يومنا هذا غير معترفة باستغلال إريتريا، وهذا شيء مثبت داخل البرلمان الأثيوبي. الأمهرة حتى هذه اليوم لم يعترفوا باستغلال إريتريا، بل يتهموا الرئيس الأثيوبي الراحل ملس زيناوي بأنه هو خان العهود وخان عهود الأجداد، وأنه هو خاين للسيادة الوطنية، لأنه هو شارك في استغلال إريتريا ووافق على استغلال إريتريا، وملس زيناوي من تيغراي. هذا ما يعرفه الجميع. وشاكر للأخوة في الإذاعة إتاحة هذه الفرصة، وأتمنى أنه أنا أكون أوجزتها، لأنه الحديث بدأ يتشعب وقاعد يقودنا لقضايا أخرى من المفترض أنه نتكلم عنها بشكل شفاف وبشكل واضح. وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسكبدا وخلاص جهاد مسار وصلت هرقتا يوم تسكبدا وخلاص جهاد مسار وصلت هرقتا. جهاد ربك البيوم خمس الفرد يبقى مات سيهود حاربا أبو محمد، ويوم انتم حاربهم وأطهور اللعاد سالم ربي كفي وحبيب بلاد تعواد. يوم الدين تكبدا وخلاص جهاد مصر الرسل تركتا. اللي بعدنا ومن بعد دي بركة سبنا عند الشتتا قموي شبكة حامد إدريس حواتي حياة غيدو لبسكا حي لمس اليهود لو سركا. يوم الدين كبدا
ومدينة كافدا وخلاص يا المطر الرسل ترقدا حسن مسكب حلنقة والقدين التافلات من عامر دوب مسل جنقرين حباب ماريا وتكليس المدى ومنسع وبلين والكم مسل حاروغ وفاريا وبازين يوم جيت كافدا يوم جيت كافدا وخلاص جهاز مسار الرسول تركتا جزاي قدهم يفسيد بحطان لغسون مربات وسمهر وجبر أساورتا ودنكل كنا مسل بالنبطار أين مسل استحمار ونساق الفكر يوم دين كافدا يوم دين كافدا فلا جهاد مدى الرسول تركدا حتى بطرنا وكل جهاد نتعسكر توبيا ويهودا وثلاثي بعسكر أرتريات عن دغي خاين دي بكيلو مبار تتفنتو من أطفل كايورود السفر يوم جيت كافدا يوم جيت كافدا خلاص جهاد مطار الرسل ترقدا يحزو بعد الحق من هول تنسار الرياء مدركي وكانت تتحدر عسكر يهود أمحر من كايدهم وبقار رقب نديب ربي نتعدنا لتأثر يوم جيت أبدا يوم جيت أبدا خلاص جهاز مطار الرسل ترقدا يوم جيت كافدا خلاص جهاد متى الرسل ترقدا يوم جيت كافدا يوم جيت كافدا خلاص جهاد متى الرسل ترقدا 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 خلاص جهاد متى خلاص جهاد متى هاي تمت تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا أتمم أخبار إقلت قمقلكم السلام عليكم حيسام التنسية كرنس أيوب يوم 10 أكتوبر سنة كل 1010 حتى جمعته كان يوم كرنس أيوب قلنا بت أخبار قلت أقول لكم كسلف أرس أخبار التحالفة ورح سبتمبر أم أديش إريتريا بطائرات من باسة أسك أدي سواكم سافروا إيماتا تريديورين حبروا لسكرتريا كل تدريب عسكري لقيسوا عساكر صومال ومسلوم للاتصابت مسائل وانتخابات رئاسة بخصص خلافات العلالوم رئيس صومال محمد عبد الله فرماجو ورئيس وزراء حسين روبليم كم اتفقوا قالت أخبار رويترز حبرتم لا برسك باس سمعت حكم تفاصيل للتلالة يقولكم التحالفة ورح سبتمبر أمات ديش إريتريا مطار من باتة أسك أديس أوبا كم سافروا إيماتا تريديرين حبروا التا من خميس 10 سبتمبر أسك 2 10 سبتمبر
بدول دولو بطائرات لسافروا عساكر إريتريا بطائرات خطوط جو إثيوبيا سكدي صابا كم سافروا الإماتات أكدوم لكل دول اتمطر باتر تكريل على طائرات خطوط جو إثيوبيا من أديس أبابا عندما أنبل مسافرين لتكريا كم عليا حتى دول لكن دول لباس عسكري ودول ما لباس مدني للابسام لتكروا منكم على الحبرة أفهم لمن بات سكديس أبابا بطائرات لسافروا عساكر إريتريا حكو أديس أبابا أياكم أتو سكلا مرامي اللوم تقاليم تقراي وعفر التالات حادد أماكن بزهد ديشا سكرت للي الحكومة الشعبية التحلف أيامات تقاليم أمحرة وعفر لقبا حرب شاركت ميكون السكلا لتأمر ألوبوم لأسك إريتريا اقل تدريب عسكري لقيسو عساكر صومال ومسلوم للتصابت مسائل أبو من سلطة للطرزة مسؤول مخابراتكم سلوما بسبب انتخابات رئاسة خلافات لعلى ألوم رئيس صومال محمد عبد الله فرماجو ورئيس وزراء حسين روبلي كما اتفقوا وقالت أخبار رويترز حبرتهم الانتخابات اندودوا سلطته تلي ورحقونا اقل سلمال على تلو رئيس محمد عبد الله فرماجو اتقابت حكومة فدرالية بتخلقا كي مقرح انتخابات اقل ودوكم يقدروا وسكزيت رأسة لأتلالكم هلا لتأمر رئيس فرماجو مسير رئيس وزراء حسين روبلي تلنا عميلات ابا ودوا اتفاقيات حريان رئاسة تتمدد حجار اقل با اتفقوا فنجا إلا كل هيئات حكومات فدرالية صومال على خلاف سببهم لسكرتريا التدريب عسكري لتلقوا عساكر صومال وبسبتهم كافي معلومات على ألالة تتبهل عدو استخبارات لعلت خلت قتلت ورئيس وزراء صومال حسين روبليم بسببها اقل مسؤول أمن وطن واستخبارات من سلطته حكى داغنو يوتوم دقنا نايلا مسؤول أمن واستخبارات ليتكبتا رئيس فرماجون اتاكانو مثل إريتريا سنة علاقات بو وسيتو إريتريا تلالت بهال حديث مسؤول أمن وطن واستخبارات من ما يمامام إلا حديث مسؤول رئيس وزراء حسين روبلي كم يتكبتو يوم وباللي فنج فرماجو روبلي خلافكم قابا لتأمر رئيس محمد عبد الله فرماجو بسبت لا اجل تدريب عسكريين دتبهلو السكرتريا لا جيسو وحرين دي بحرب تجراي شاركوا لتبهلو عساكر صومال بخصص توضيح قلهب من شعب وبرلمان يقلد قبتو سانهتم حسام تنسيتنا اليوم دولوا على اخبار دي بالله تامم هلام حيسام التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدوليا ملعلنا برنامجنا دي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقرنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو